السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم معايا من جديد في قناتي سالي's كيتشن. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. والنهاردة بقى هنعمل الفول المدمس، احنا عملناه قبل كده ولكن النهاردة هيبقى فيه شوية أسرار كده وتكات هنعملها بكل سهولة علشان يطلع الفول الزبدة اللي قدامنا ده والشكل الهايل والطعم الرائع. وقبل ما ابدأ بقى وصفتي النهاردة ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وتعالوا نبدأ على طول على المكونات. احتجت في وصفتي نص كيلو من الفول، يعني 500 جرام، وكمان معايا 2 جزرتين كده صغيرين وطماطماية كبيرة. وهحتاج كمان لربع كوباية من العدس الأصفر، وربع كوباية من الرز، وكمان نص كوباية من الفول المدشوش اللي هو الفول بتاع الطعمية أو الفلافل. وبعد كده هبدأ بقى في مرحلة تنظيف الجزر والطماطم. هبدأ ان انا اشيل القشرة الخارجية بتاعة الجزر عشان دايما بتكون مرملة او ما بتبقاش كويسة جدا مهما غسلناها عشان الثغرات اللي على الاطراف بتاعته. وبعد كده هنضفها من فوق واشيل الاجزاء بتاعتها اللي هي الجذر. وبعد كده خلاص غسلت الطماطم مع الجزر، وهغسل بقى المواد الجافة التانية اللي هي الفول المدشوش والعدس والرز زي ما احنا شايفين، وصفتها كويس جدا. وبعد كده هقطع الطماطم واشيل منها الزيادات وهقطعها مكعبات بالطريقة دي. وبعد كده هحط الطماطم على المكونات اللي احنا غسلناها، وهبشر بقى الجزر من الناحية اللي هي الرفيعة جدا أو الضيقة في المبشرة اللي موجودة عندي، علشان عايزة البشر يكون ناعم زي بشر البرتقان في الكيك كده بالظبط. هكمل الجزرتين علشان أحطهم على المكونات اللي عندي كلها. وفي الخطوة دي بقى هجهز الحلة اللي موجودة اللي هدمس فيها الفول. تقدروا طبعا تحطوه في الفوالة أو في أي كسرولة ألمونيا أو حلة ألمونيا أو استانلس زي ما تحبي، مفيش أي مشكلة خالص. أنا حطيت الفول المنقوع زي ما احنا شفناه، وكمان حطيت كل المكونات اللي احنا عملناها مع بعض، وهنحط عليهم 2 لتر من المية، وعلى حسب بقى الحلة اللي موجودة أو الحاجة اللي بتسوي فيها الفول نقدر بقى بعد كده نزود المية واحدة واحدة. وزي ما احنا شايفين لون الفول ازاي برتقاني قبل ما يستوي. وهنغطي على الفول وبعد كده نحطه على النار لمدة ربع ساعة. أول ما يبدأ يغلي هنوطي على الفول لمدة حوالي ساعتين أو ساعتين ونص بالظبط. ونبدأ بقى نبص عليه كل ربع ساعة كل نص ساعة علشان لو احتاجنا مية نحطله مية مغلية علشان يكمل التسوية بتاعته. وادي شكل الفول بقى واحنا بنغرف الفول. حبيت ان انا اوريلكوا شكله بجد زبدة، اللون هايل احلى كتير من بره ونفس طعم بره. وتعالوا بقى نحط شوية طحينة كده ونحوجه. وزي ما قلتلكم بقى الفول ده بيتي والريحة والطعم بجد رائع. وكمان نحط شوية من الملح وعليهم بقى الزيت، وتقدروا تحوجوه زي ما انتوا عايزين بقى بالليمون او الكمون، مفيش اي مشكلة. ولكن هو ده بقى الفول بتاع السحور. واتمنى يا رب الوصفة النهاردة تكون عجبتكم. ولو الوصفة عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. ولمزيد من الوصفات تابعوني على قناتي سالي's كيتشن. كل سنة وانتم طيبين وبالهنا والشفا.